اللي قدامك ده هيقول قصة عجيبة لراقي شرعي الجن أراد الدخول فيه، فانظر ماذا حدث. اسمع القصة هتستفاد قوي. امرأة مصابة بالسحر على مدى 5 سنوات متتالية، وفي ليلة من الليالي اشتد عليها الصرع وجاء بها محارمها إلى الشيخ الذي يقرأ عليها. فلما رأى حالها الشيخ قال لمحارمها: سنقرأ الليلة عليها قراءة طويلة. قالوا: نحن معك يا شيخ، عل الله تعالى أن يشفيها بالقرآن. فبدأ الشيخ بأعظم سورة وهي سورة الفاتحة، ثم بدأ ينتقي آيات الرقية الشرعية من سورة البقرة، هذه السورة العظيمة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تدخله الشياطين. وأثناء قراءة الشيخ لآيات الرقية الشرعية تكلم الجني الذي في المرأة، ولم يكن جنيا عاديا، بل كان من مردة الجن، والمارد هو كبيرهم ورئيسهم ووزيرهم. فقال المارد: يا شيخ، لن أخرج من المرأة. قال الشيخ: ستخرج بإذن الله بالقرآن. واستمر الشيخ في قراءة آيات الرقية الشرعية حتى وصل إلى سورة الصافات عند قول الله تعالى: وحفظا من كل شيطان مارد. فقام المارد يصيح ويقول: يا شيخ، تجاوز الآية. قال الشيخ: لن أتجاوزها حتى تخرج من المرأة. فلما أراد المارد أن يخرج قال: يا شيخ، سأخرج من المرأة، ولكن بشرط أني أخرج من المرأة وأدخل فيك يا شيخ. قال الشيخ: أنا موافق على هذا الشرط. فلما أراد المارد أن يخرج جلس يبكي ويقول: يا شيخ، سأخرج من المرأة، ولكن لا أستطيع أن أدخل فيك. قال الشيخ: لماذا؟ قال: لأنك قلت في هذا اليوم أنك قلت 100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال الله عز وجل: ولذكر الله أكبر. يا جماعة، ذكر الله عز وجل أكبر من كل شيء. انت عندك جن، عندك سحر، عندك عمل، عندك أي شيء عليك أذكار الصباح، أذكار المساء تقولها بعد صلاة الفجر، وتقول أذكار المساء بعد صلاة العصر، تقرأ سورة البقرة كتير، تسمع سورة البقرة كتير، تقرأ الرقية الشرعية، تسمع الرقية الشرعية، كتر من قراءة القرآن، كتر من صلاة الليل، كتر من ذكر الله عز وجل وانت داخل البيت، تذكر الله عز وجل وانت بتقلع وانت بتدخل الحمام. اللي يا جماعة حياته مليئة بذكر الله عز وجل، فانت بتبقى محصن. ذكر الله عز وجل ده اللي بيعمل لك تحصين كامل. أذكار الصباح، أذكار المساء بتحصنك حصن كامل من الشياطين. الشيطان عايز يدخلك ومش هتقدر، مش هيقدر يدخلك. ليه؟ عشان انت محصن. محصن من مين؟ من كبر البشر؟ لا، محصن من قبل الله عز وجل. فانت عايز تحل مشاكلك كلها، فعليك بذكر الله عز وجل، فهو أفضل شيء عند الله عز وجل. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.